تعالى نتكلم بخصوص مباراة نادي الأهلي ونادي مسار للسيدات. بصراحة أنا ما شفتش نادي الأهلي خالص في الهجوم بتاع نادي مسار، وكل الضغط واللعب كان في منتصف منتصف نادي الأهلي. تمام، برضو كان في خط الوسط، لكن على الرغم ان كان النادي الاهلي ماسك كوره، لكن برضو ما اشتغلش على نفسه. يعني ما شفتش مثلا حبيب عصام بتهدف او مثلا مش عارف ايه. برضو كانت حبيب عصام كانت مرهقه في المباراه. تمام، وبرضو كان برضو بعض اللاعبين الاخرين زي مثلا تشاريتي تمام ما كانش برضو في احسن احوالها، فاهمني؟ يعني برضو كان فريق النادي الاهلي في الناحيه الهجوميه ما كانش احسن حال. بصراحه فريق مسار للسيدات يستحق الفوز، هاجم ودافع وعمل كل شيء، ما سابش ولا اي حاجه في الملعب، ما اعطاش فرصه للنادي الاهلي ان هو يعني يدخل عليه في تلت الملعب بتاعه عشان يجيب منه اجوان. ما عطلوش ولا فرصه، كان الدفاع منظم، كان الدفاع في احسن احواله. وبرده من الناحيه الثانيه الهجوم بتاع نادي مسار على دفاع النادي الاهلي كان ضاغط بشكل كبير جدا، وكان الضغط دايما لما تكون الكره مع النادي الاهلي في مع الدفاع. يعني كان الفريق كله كان بيضغط على دفاع النادي الاهلي. بصراحه يعني قدم مباراه ولا أروع. خليني اقول لك الاجوان. النادي الاهلي تقدم في الدقيقه 4 من خلال ميا دندره. تمام، وبرده تعادلت مع مهيرة علي تمام في الدقيقه 9 من المباراه. تمام، كده اصبحت النتيجه 1-1. وتقدم نادي مسار على النادي الاهلي في الدقيقه 27 من خلال اوبامبا. تمام، وبرده في الدقيقه الاخيره من وقت بدل ضائع تمام تقدمت ساندرين كونكنر. تمام، بتسجل الهدف الثالث للنادي مسار. برضو خلي بالك، عايز اقول لك على حاجه تاني. الكابتن شادي محمد اول ما شاف النتيجه كده، يعني انا لقيته اتعصب ومش عارف ايه، بس هي كابتن شادي محمد دي مباراه وحيده فقط من خلال يعني من اصل 11 مباراه. فيعني ما تقلقش، ان شاء الله الفريق بتاعنا قوي وقادر ان هو يقدم مباريات احسن واقوى. تمام، وان شاء الله في مباراه اخرى راح نعوض الفارق، وان شاء الله راح نكسب الدوري. خلينا اكلمك برضو على الدوري السنه دي بخصوص الدوري النسائي. النادي الاهلي طبعا في المركز الاول تمام برصيد 30 نقطه من اصل 11 مباراه، كان المفروض يبقى 33 نقطه، لكن للاسف خسر المباراه رقم 11. تمام، ونادي مسار برصيد 27 نقطه. تمام، لعب 9 مباريات ما خسرش فيهم ولا مباراه، ولا تعادلش ولا مباراه، ولا اتغلبش ولا مباراه. تمام، التسع مباريات كلهم اللي لعبهم نادي مسار للسيدات كلهم فازوا فيه. تمام، فهو يعتبر المنافس الوحيد للنادي الاهلي في الوقت الحالي. تمام، بعكس ذلك برضه خلي بالك، يعني البنك الاهلي دخل في الموضوع وفرق كتيره دخلت في الموضوع. تمام، مع خساره النادي الاهلي. تمام، في طبعا فرق كتيره دخلت في الموضوع. يعني يعتبر نادي مسار هو المتفوق، بس لو لعب المباريات المؤجله ليه، يعني لو لعب مثلا المباراتين الباقيين له تمام 27 تمام هيوصل لنقطه 33، هيتفوق على النادي الاهلي، فاهمني؟ يبقى كده زي ما احنا عرفنا ان النادي الاهلي اتجمد عند النقطه 30، ونادي مسار تفوق في النادي الاهلي ووصل للنقطه 27. دي كانت بخصوص مباراه النادي الاهلي تمام ومباراه نادي مسار للسيدات.